جريدة المغربي، هنا يصنع الخبر. معماري حسن، مدير السجن المحلي بتطوان. نحتفل اليوم بذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. بهذه المناسبة نجدد اعتزازنا بالمسار المتواصل الحافل بالإصلاحات والإنجازات والأوراق الكبرى التي شهدها هذا القطاع على كافة مستويات العمل السجني لتحديث وتطوير المنظومة السجنية ببلادنا وفق مقاربة ترتكز على تعزيز بعدها الإنساني والتربوي، وكذا دعم وتعزيز بعدها الأمني بما يحقق أمن المجتمع واستقراره. هذه المناسبة أيضا تشكل محطة لاستحضار المجهودات المبذولة من طرف الموظفين الذين يطلعون بمهام جسيمة في الحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية والانخراط الفعلي في برامج التأهيل وإعادة الإدماج، مما يتيح فرصا حقيقية للسجناء للاندماج في النسيج المجتمعي بعد الإفراج. في هذا الإطار يتم الاحتفاء بالموظفين عن طريق تكريم الموظفة والموظف المتميز الذين يتم اختيارهم بناء على تقييم دقيق على المستويين المحلي والمركزي للأداء والكفاءة المهنية والمردودية، ويتم تكريمهما ومنحهما جائزة التميز عرفانا بتفانيهما في الأداء المهني. أيضا بهذه المناسبة يتم تكريم الموظفين المتقاعدين لهذه السنة نظير ما قدموه من مجهودات ومهام جليلة خلال مسارهم المهني.